القواعد العسكرية اللي هي بتبقى موجودة من دولة موجودة في دول أخرى، إيه تفاصيلها؟ بمعنى أنا عشان أحط قاعدة عسكرية في بلد بستأذن مين، ولا بخش غصب عنه، ولا باخد منه موافقة؟ لا بتاخد وأقدر استعمل القاعدة دي إزاي؟ ولو حصل مشاكل بيني وبين البلد اللي أنا عندي فيها القاعدة، على حسب الاتفاق. أنت أولا بالدولة بتديك إذن إنك أنت هتعمل قاعدة عسكرية في المنطقة الفلانية. حجم القوات قد إيه؟ ممكن ما تقولش أكتر من كده. يعني القاعدة العسكرية اللي هي الدولة المستضيفة. طب وهي مثلا أمريكا عشان تعمل قاعدة بتدفع فلوس للدولة، ولا يعني إيه؟ ممكن تدفع فلوس وممكن تقول لك أنا بأمنك، وممكن أقول لهم لأ. أيوة بس ما حدش، ما هو كله ده قاعد بقى دلوقتي. يعني النهاردة مثلا سومالي لاند جت قالت لأمريكا عايزة حد يعترف بيها، تعالوا خدوا البتاع دوت اعملوا قاعدة ومجانا، وخدوا المينرالز المعادن والكلام ده وهاتوه عادي. هو عايز هيكسب ايه ان امريكا تعترف بيه؟ دول الخليج قالوا لهم احنا بنأمنكم، فطبعا بلاش دول الخليج عشان ما نعملش مشاكل. بعد الحرب العالميه الثانيه ما خلصت، اليابان اتضربت في ناجازاكي وهيروشيما، خلاص نووي ذري، واليابان اتهزمت اتضربت. صح. بعد الحرب ما خلصت الجيش البرلمان الياباني قال لك مش عايز اخش حروب تاني، بلدي اتدمرت واتبهدلت واتضربت بالنووي، والاشعاع النووي فضل سنين وسنين وسنين. فقرر البرلمان الياباني بعد الحرب العالميه الثانيه انه مش عايز جيش، وهيخلي الامريكان هم اللي يحموه. وعملوا قاعده اسمها ايكاناوا في اليابان، امريكيه، اكبر قاعده موجوده كانت ايامها في العالم. وكانت ميزتها انها ايه؟ بص على روسيا وعلى الصين اعداء امريكا، فامريكا تخيل بقى لها قاعده في اليابان بص على مين؟ روسيا. جت بعد كام سنه روسيا راحت داخله مجموعه جزر في اليابان اسمها الكوريل، مجموعه جزر دخلت خدتها. ده مين؟ روسيا. اليابان ما عندهاش جيش، راحت لامريكا، امريكا هتحارب روسيا عشان خاطر اليابان، اشتكي بقى للامم المتحده سيبوهم ده شويه جزر ما جراش حاجه. لا راحت اليابان البرلمان قال لك جيش بقى، نعمل جيش. النهارده جيش رقم 6 في العالم. ما هو جاب التكنولوجيا الياباني بتاعه التصنيع وعمل بيها بقى الصناعه العكسيه والنو هاو، وعمل جيش وركب. ولحد النهارده جزر الكوريل ما زالت محتله مين؟ بالروس. فعشان كده بقول لك ايه، القوه طبعا التي هي تحمي الدوله. بس وانس ان في قاعده عسكريه دي بتبقى تحت إمارة البلد بتاعت القاعدة طبعا. يعني قصدا يعني معلش انا بس عشان دلوقتي انا في بلد اكس وعندي قاعدة عسكرية لبلد واي، وحصل حرب او حصل ضرب، انا ما اقدرش امنع القاعدة ان هي تضرب. لا ما خلاص القاعدة دي اكنها مش عندي. لا مش عندي، مش بتاعتي. الطيارات تطلع وتنزل بقى تاخد منك اذن. طب اديك حاجة نقولها مش مشكلة. ايام البرايت ستار النجم الساطع، احنا كنا دايما بتحاول تقول للجانب الامريكي احنا مسيطرين على بلادنا. قائد القوات قاعد في حاملة طائرات او مدمرة بره في البحر المتوسط، وعايز يجي بطيارته يحضر المشروع، لازم ياخد مننا اذن ولا طيارته هتتضرب. خلاص، فنقول له هتاخد الاذن ده قبلها ب10 دقايق بس. هي غتاتة، الله يرحمه شيط طنطا يقول لك، او كان ابو غزاله كمان قبليه، لازم يفهم من احنا اصحاب الارض، احنا اصحاب المنطقه. دوله تانية بيخش ويطلع زي ما هو عايز. فاهم دي؟ النهارده الناس كلها بتقول ايه؟ هو بيعلم ايه؟ رساله بيبعت له. طبعا عشان تاخد بالك احنا مش دوله تانية، لاننا لا نقبل بما يراد فرضه علينا من شر. الناس النهارده بتقول ايه؟ يعني الله يرحمهم الناس الكبار اللي قبلنا، من اول السيسي اللي عايش ومبارك والسادة كل دول وعبد الناصر، ما فيش احنا دوله وحيده، ما فيش قاعده، مفيش قواعد عندنا فعلا، ما عندناش ولا قاعده. يوم 18 يونيو 56 اخر جندي انجليزي خرج من القاعده من قناه السويس، وانا كنت لسه عايز في بورسعيد. خرجنا واحتفلنا وعبد الناصر ورفع العلم وبخرج اخر جندي. طب احنا عندنا قاعدات في حته؟ لا. ليه طيب؟ بص احنا ده اسلوبنا وسياستنا وده. انت بتعمل اتفاقات ثنائيه،
لكن لا لنا قواعد، وهقول كلمه ثانيه، ولا تحالفات. ما بنخشش في تحالف خالص. ده مبدأ وماشيين عليه من ايام عبد الناصر لحد النهارده. احنا دوله ستريت شغلتنا. وكان زمان بقى اترمينا في حضن السوفييت، وبعدين عبد الناصر قال احنا بتاع عدم الانحياز وده. انما السيسي اول ما جه ظبط الامور. النهارده علاقتنا كويسه مع امريكا، مع الصين، مع روسيا، مع الاتحاد الاوروبي، ودي نعمه من عند ربنا طبعا. خلاص. مالكش عداءات مع حد. انت ودي مش حاجه زي ما صعبه قلت جدا. لك، زي ما قلت لك ان العسكريين مش عايزين الحرب، لان السلام، احنا عارفين السلام. قيمه الحرب وعارفين عايزين السلام. احنا في ال10 سنين اللي فاتوا دول لو كنا عملنا في حرب كنا عانينا طرق وكباري، كنا عملنا لا طبعا. 2.5 لا مليون لا لا فدان لا الجدد ولا ولا عملنا حاجه اصلا خلاص. فعشان كده الرئيس ده قاعد طول الوقت ماسك بايديه ان ما نتورطش في اي بلوى. سنتين بتوع حرب غزه دول كان ممكن نتورط في اي مصيبه، اي مصيبه. طبعا. انما هنا طبعا. هو يعني قال كلمه كده، انا ماسك جمره نار في ايدي، مش عايز نتورط في حاجه ونخش في حرب وتخلص كل التنميه، ولا نعمل مدارس ولا مستشفيات ولا تأمين صحي. النهارده بدينا في 3 محافظات، بقى هيبقوا 6 لحد ما تاخد اي كلام ده. فبالتالي المحافظة على السلام له ثمن، انك لازم تكون عندك قوة عسكرية تحمي السلام. عسكري يحمي، ايوه، لان طول ما انت قوي محدش طبعا. يقرب لك.